فلاح من خنشلة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخي. أخي بالقاسم، أحييك وأحيي كافة المستمعين والمشاهدين. تحياتنا. معك الأخ فلاح من بلدية المحمى الخنشلة. خيار الناس، تفضل أخي. عايشك يا أخي. أولا أعتذر لسكان ولاية خنشلة لأنه بعض الأصدقاء يلوموا فيا أنه مدة ما دخلتش، وهذا السبب أني اتصلت بالمغربية وعينا باش نشدوكم بالعامية كما يقولوا. نعم، في ناس كثيرة كذلك تحاول تتواصل معنا وتبدي رأيها في هذه نعم. النقاشات التي نفتحها يوميا. أخي بالقاسم، احنا السريرة يعلمها ربي سبحانه وتعالى، ولكن سلال كي جا الخنشلة معناها الناس رشقوا بالحجارة، كرحم البوادير زاد احتجوا الناس، وبالتالي انا نقول باللي الكلام اللي راهو قالوا على الشاويه راهو كلام صحيح ومقصود من قبل. وكان عبد العزيز بوتفليقه يقول لك الشاويه طاحوا في بلاطهم تاع مقرود. نعم، طاحوا في بلاطهم تاع مقرود، درك يحب يرضي يسيدوا. احنا بالنسبه لنا القبائل خاوتنا، التوارد خاوتنا، بني مزاب خاوتنا، احنا كل جزائريون. الاسلوب العرقي هذا، احنا امازيغ عربنا الاسلام. ولكن يا اخي بالقسم، احنا الشاويه راح نكونوا مع بن فليس، ونشكروا كل الولايات اللي اتصلوا بدون ما فلاح خلينا في الموضوع إذا كان ممكن، دون دعاية الانتخابية لهذا المترشح أو ذاك، يعني عود للموضوع إذا تفضلت. شكرا جزيلا. واصل. احنا يعني معناها كي نقول الكلام هذا مش راح ندير دعايه انتخابيه، راح نقول معناها هو راهو في الصف نتاع سيدو نتاع عبد العزيز بوتفليقه. احنا الحزاب، انا منتمي للحزب، يمكن يضروا معنا ويقولوا كونوا مع المترشح هذا، ولكن الكلام هذا راح نقول حتى لاخر المترشح. احنا يا اخي الكريم شاويه بصفه عامه، والجزائريين اللي يرفضوا الكلام هذا. الو. نعم فلاح، تفضل. الناس اللي يرفضوا الكلام هذا احنا نعبروا في الصندوق، نوقفوا على اصواتنا. احنا غدوه راك تشوف المسيره اللي راح نديروها في خنشله، راح نكونوا ضد الكلام هذا، ما نقبلوش الاعتذار نتاعو. احنا لازم يتنحى السيد هذا، انه الاعتذار نتاعو غير مقبول. احنا خنشله، واش عندنا في خنشله؟ ما عندنا سكه حديديه، عندنا شبه حديقه في خنشله. ما عندكم انتوا في خنشله دي جيجين غنقون صنع بها لي كنقوا لي كوتكس مغلوقه. الناس راهم يعيشوا مساكن من المجهودات الخاصه نتاعهم، رانا معزولين على الوطن. واش عندنا احنا في خنشله؟ وزاد يتكلم على الشاويه، جا هنا الخنشله واش عندنا احنا؟ ما عندنا حتى حاجه. حديقه في خنشله ما كانش، كان شبه حديقه. راح نوروا له في الصندوق، وراح نعكسوا له الراي نتاعو، الحمله الانتخابيه نتاعو، والمساس بالشاويه، وتسخر كل الجزائريين اللي استنكروا الكلام العرقي هذا. احنا ما كناش نفرقوا ما بين الغرب والشرق والوسط، ولكن يخرج الله ما في اذغانهم، او رب العالمين يوري واش كاين في قلوبهم. الرئيس عبد العزيز مريض، ما على بالوش السيد هذا، راه مريض، ما على بالوش ميت ولا حي. يا اخي الجزائر لو كان يموت يقول لك راهو حي حتى نثبت الانتخابات. ونشكركم ونشكر قناه الغاء المغربيه، وبارك الله فيكم. شكرا لك فلاح من خنشلة.